بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا جمعنا هذا، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول بالله التوفيق مواصلة لمحاولة شرح أحاديث كتاب رياض الصالحين لسيد الإمام النووي رحمه الله، باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقرب منها وفضل الفقر. الحديث 65 بعد 400. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتين من هنا العباد ما يخدموا على واحد، من هنا على اليمين وعلى اليسار، فمر بجدي أسك ميت. الأسك هو اللي وذنه قصيرة. جدي هو الماعز، والأسك هو اللي وذنه قصيرة، وهو عيب من عيوب هذا الحيوان. هذا إذا كان الإنسان معناها جدي أسك يعني ملاهي يعتبره عيب في هكا الجدي هكايا وميت. فتناوله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ شكون يحب ياخذ السيد الجدي هذايا الأسك الميت بدرهم؟ يعني بلاش تسمى. نعم. فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، حتى بلاش غير البعض ما ناخذوش. وما نصنع به؟ ايش نعمل به عن هذا ميت وأسك؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا. هو حي وذنه قصيرة ما ناخذوش عنه، مش ميت. إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ردوا بالنا ديما نفهموا ايش يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كيف ما زهدتوا في هالحاجة الهينة اللي ما عندها حتى قيمة، الترفع على الدنيا، الترفع عليها، ما تخليوهاش هي اللي تتحكم فيكم. رغم انتم اتخلقتوا للآخرة، ما تخلقتوش للدنيا. الدنيا هذه راهي مجرد فترة معينة، ممر مش تعدوا منه للمقر. قال الأصمعي: صليت الجمعة مرة فسمعت أقصر خطبة في حياتي. فطلع الإمام وهو أعرابي قد لف عمامته على رأسه وقال، عمل الديباجة بتاع الخطبة، وقال: أيها الناس، إنكم في دار ممر تذهبون إلى دار مقر، فتزودوا من ممركم إلى مقركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. كلمتين وقص. أنتم راكم مش تعداوا، والعاقل أنه يبدأ الممر نتاعو سليم بإذن الله سبحانه وتعالى، آمن ما يقعدش برشا في الممر، يتعدى، يحضر روحه لهكا المقر. هكا هو الأصل. أما أن يترك الدنيا لغيره، كما توا في وقت من الأوقات المسلمين تركوا الدنيا لغيرهم، نصرة العباد اللي أعلى عليين
التقدم وأوج الاختراعات، حتى أنهم أول من اخترع الساعة هم العرب المسلمين. وهداها رشيد شارلماني ملك فرنسا وقت اللي دقت المنقالة في القصر بتاعه اللي هو هربوا، قال راهو ملك المسلمين بعث لنا شيطان في يعني احنا توا كيف تجينا حاجه من الغرب نحلوا فما نقولوا ما نقولوا الشيطان، ما نقولوا سبحان الله. لا، لانهم عرفوا علموا ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره غافلون. على كل حال هم عندهم طاير بجناح واحد يصفق، احنا قامنا زحام، لا جناح الماده ولا جناح الروح. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وداوي قلوبنا، انصرنا على اعدائنا، اللهم انصرنا على انفسنا، اللهم انصرنا على انفسنا، اللهم انصرنا على انفسنا. اللهم تقبل منا الصلاه والصيام والقيام، واحشرنا في زمره خير الانام. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد واله، واوينا في جواره مع اله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.